تعتبر تمرينات الضغط من أفضل تمارين وزن الجسم لبناء الجزء العلوي من الجسم بشكل قوي إذا تم تنفيذها بشكل صحيح، ولكن إذا تم تنفيذها بشكل خاطئ فإنك لا تضيع الوقت فحسب، بل تقوض تقدمك وتعرض نفسك لخطر الإصابة. ولنعترف، من المحتمل أنك ترتكب على الأقل واحدا من هذه الأخطاء الخمسة. سأقوم بتصحيح ذلك الآن. الخطأ رقم 1: النظر إلى الأعلى. إذا كنت تريد رفع رأسك فإن ذلك يخرج عمودك الفقري عن المحاذاة ويجهد عضلات رقبتك. بدلا من ذلك انظر إلى الأسفل. اختر نقطة على الأرض أمام يديك وثبت نظرك عليها حتى يبقى رأسك مستقيما. الخطأ الثاني: المرفقان مرفوعان مثل حرف ت. إذا كانت مرفقاك بزاوية 90 درجة نحو الخارج فإنك تضع مفصل كتفك في وضعية خطرة. بدلا من ذلك اسحبها بزاوية 45 درجة نحو جسمك. من الأعلى يجب أن يبدو جسمك مثل سهم. الخطأ الثالث: الورك المترهل. هذا يفسد أسفل ظهرك ويسهل تكرار الخطأ. بدلا من ذلك اشد وسط جسمك واضغط عضلات الأرداف معا واحتفظ بخط مستقيم من الرأس إلى القدمين، لا تدع وسط الجسم ينحني. الخطأ رقم 4: تدوير الكتفين إلى الأمام. عندما تدور كتفيك إلى الأمام يتم إخراج الصدر من الحركة ويتم نقل الحمل إلى العضلات المثبتة الأصغر التي تفشل بسرعة. بدلا من ذلك اسحب كتفيك إلى الخلف واحتفظ بهما مشدودتين طوال المجموعة. الخطأ رقم 5: التحرك بشكل مستقيم لأعلى ولأسفل. تمارين الضغط ليست رحلة في المصعد. إذا كنت تتحرك فقط لأعلى ولأسفل فإنك تفوت التنشيط الكامل لصدرك. بدلا من ذلك ادفع نفسك قليلا للأمام ولأعلى، كما لو كنت تحاول دفع الأرض بعيدا عنك. حسنا، الآن بعد أن تم تصحيح تمرين الضغط الخاص بك، انقر هنا لترى الأخطاء الخمسة التي تجعل تدريبك عديم الفائدة وكيف يمكنك إصلاحها مرة واحدة وإلى الأبد.